بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم صفحتكم وقناتكم كلام في الكورة. النهارده هنتكلم عن مباراة جمعت بين النادي الأهلي وفريق اتحاد العاصمة الجزائري في إطار كأس السوبر الأفريقي، وانتهت بفوز فريق اتحاد العاصمة بهدف مقابل لا شيء من ضربة جزاء. هنتكلم أول حاجة عن التشكيل اللي بدأ بيه مارسيل كولر للمباراة، وهنتكلم عن الأخطاء اللي وقع فيها مارسيل كولر في إدارة المباراة مما أدت لخسارة المباراة. هنتكلم عن أكتر اللعيبة اللي كانت فايقة في النادي الأهلي في المباراة وأقل اللعيبة إجازة في المباراة. هنتكلم عن امور كتيره في هذه المباراه. هنبدا اول حاجه بالتشكيل اللي بدا بيه مارسيل كولر. الاهلي لعب بطريقه مقارنه من 4-3-3. الشناوي في حراسه المرمى، قدامه 4 مدافعين، على اليمين محمد هاني، على اليسار علي معلول، قدامهم 2 قلبين دفاع رامي ربيعه وعبد المنعم، قدامهم 3 ارتكاز اليو ديانج ومروان عطيه وامام عاشور، قدامهم 3 على اليمين رضا سليم، على اليسار حسين الشحات، تحت مهاجم صريح محمود عبد المنعم كهربا. المباراه بدات الفرقتين يعني عاملين حساب لبعض، الفرقتين في نديه في الملعب، وحتى اخر 10 دقائق، اول 10 دقائق من المباراه كان في ضغط من فريق اتحاد العاصمه الجزائري، وبداوا يروحوا على المرمى بتهديدات على مرمى الشناوي، وراحوا بكورتين خطر جدا تصدى ليهم الشناوي، وكانوا قريبين من تسجيل الهدف الاول. وكان اول ربع ساعه من المباراه اتحاد العاصمه اخطر بكتير من النادي الاهلي، لغايه ما النادي الاهلي دخل المباراه باول كره خطيره، تسديده من امام عاشور ارتدت من ايد حارس المرمى، ولعبها كهربا في المرمى باحتكاك مع الحارس، وهدف من فاول صحيح وتم الغاء الهدف. النادي الاهلي بدا بقى يهاجم، وهو اللي عايز يسجل الهدف الاول ويضغط اتحاد العاصمه، واضاع فرصه هدف محققه جدا عن طريق رضا سليم من كره من بدايتها ضربه جزاء لمصلحه كهربا، لكن الحكم ادى فير بلاي في ضربات الجزاء، رغم ان ضربات الجزاء عموما قانونيا يعني ما فيهاش فير بلاي. حتى لو فيها فير بلاي، لو الكره دخلت هدف تحتسب هدف، لو الكره ما دخلتش هدف نرجع للعبه وتحتسب ضربه جزاء، لكن الحكم لن يحتسب ضربه الجزاء، وده اول قرار تحكيمي خاطئ في المباراه. والنادي الاهلي كان شويه يمسك كوره في الشوط الاول، وشويه يضغط على اتحاد العاصمه، وبرده اتحاد العاصمه كان له اتزان دفاعي جدا، وكمان كان بيلعب على الهجمه المرتده لغايه ما جت في نهايه الشوط الاول ضربه جزاء صحيحه الحقيقه لاتحاد العاصمه لمصلحه اللاعب بتاعهم، وتسجل منها الهدف الاول لفريق اتحاد العاصمه. النادي الاهلي في نهايه الشوط الاول استفاق شويه هجوميا، وبدا يضغط وعمل كرات خطيره عن طريق امام عاشور ورضا سليم، وتالق فيهم بشكل كبير حارس مرمى اتحاد العاصمه، وانتهى الشوط الاول 1-0. نبدا بقى نتكلم عن الشوط الثاني. لعيبه اتحاد العاصمه اضاعوا الوقت بطريقه كبيره جدا في طول الشوط الثاني والنادي الاهلي هو اللي كان يعني مستحوذ استحواذ سلبي الصراحه، سلبي الحقيقه. الاداء ما عجبنيش خالص الشوط الثاني من النادي الاهلي، او من المباراه كلها، بس تحديدا الشوط الثاني اللعيبه البدني بتاعها واقع جدا، راجعين من الموسم الماضي وكده. هنتكلم بقى عن التبديلات والتعديلات اللي اجراها مارسيل كولر في احداث المباراه. يعني برضو فيها اخطاء، يعني زي مثلا خروج حسين الشحات وكهربا، لهم من اكتر اتنين في لعيبه النادي الاهلي تحركا في المباراه، ونزول طاهر ونزول ياسر ابراهيم وعبد المنعم. هو اللي مارسيل كولر عمل تغيير غريب قوي، دخل عبد المنعم راس حربه، ودخل ياسر ابراهيم جنب رامي في قلب الدفاع، وخرج كهربا اللي هو كان من اخطر لعيبه النادي الاهلي في المباراه. وبرده خروج حسين الشحات ونزول طاهر، وخروج رضا سليم ونزول صلاح محسن، دي برده تغييره خاطئه وغريبه جدا. يعني النادي الاهلي ما بيلعبش ابدا باثنين مهاجمين، سواء كهربا وصلاح، او حتى بعد خروج كهربا ونزول ياسر ابراهيم ودخول عبد المنعم راس حربه وصلاح محسن. وبرده لكن التغيير الصح شويه اللي عملها النادي الاهلي دخول محمد مجدي قفشه، عمل توازن شويه للخط لنص ملعب النادي الاهلي يعني. هنتكلم بقى عن افضل لعيبه المباراه اجازه واسوأ اللاعبين. طبعا الثنائي المنضم حديثا للنادي الاهلي سواء امام عاشور او رضا سليم، هم ادوا مباراه يعني اداء مقبول الحقيقه، ولكن برضو كانت البدايه بيهم في المباراه دي برضو خطا من المدرب ومجازفه بيهم، عشان كده ممكن تحرقهم ان هم لسه اول مباراه تبقى مباراه مهمه ومباراه ببطوله، لكن هم ادوا اداء مقبول جدا. كان لابد مثلا ينزلوا كبدائل في المباراه، ويبداوا المباراه ببيرسي تاو
اللي نزل بديل وقفشه، كانوا هم دول الاثنين اللي يبداوا. بعد كده يبقى نزل في الشوط الثاني امام عاشور ورضا سليم. ومن اخطر اللعيبه، من اسوء اللعيبه اجادة في المباراه برضو مروان عطيه. دي اقل مباراه له منذ انضمامه للنادي الاهلي من وجهه نظري. ميس باص كتير، سوء تغطيه في الهجمات، في هجمات اتحاد العاصمه، سوء تغطيه دفاعيه. هو سبب ضربه جزاء اتحاد العاصمه من عرقله واضحه جدا، وضربه جزاء مستحقه. لعيبه النادي الاهلي ما كانتش فايقه خالص في المباراه اغلبهم يعني. لكن برضه خروج حسين الشحات رغم انه مش فايق تقل كبير جدا عن النادي الاهلي. وكان برضه من اقل لعيبه النادي الاهلي اجاده في المباراه علي معلول، وارهق برضه بدنيا، لسه لاعب مباراه مع منتخب تونس من يومين ثلاثه. المباراه كانت يعني غير موفقه تماما من النادي الاهلي، وغير موفقه تماما من مستر كولر في التغييرات او حتى في حاجات كده في التشكيل. وانتهت المباراه بفوز فريق اتحاد العاصمه على النادي الاهلي 1-0. والف مليون مبروك لفريق اتحاد العاصمه الجزائري وجماهيره، وهارد لك للنادي الاهلي والقادم افضل. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وكان معكم محمد هشام كلام في الكوره.